عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في فيديو النهاردة إن شاء الله بإذن الله هحل معاكم أسئلة lesson 1 الدرس الأول في يونت 5 الوحدة الخامسة من كتاب جيم للصف السادس. نبدأ في الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. Listen and circle the correct answer from A, B, C or D. يعني استمع واختر الإجابة الصحيحة. طبعا ده سؤال استماع بناء على التكست اللي بتسمعوه من المس أو المستر في الامتحان، بتحددوا هتختاروا ايه. نمبر 1 The Grand Egyptian Museum، المتحف المصري الكبير is in جيزة، يعني موجود في الجيزة. بعد كده نمبر 2 It shows King Khufu's solar boat. it shows King، طبعا بقول لي يعني إنه يظهر القارب الشمسي كينج خوفو سولار بوت، يعني القارب الشمسي للملك خوفو. بعد كده عندنا نمبر 3 The Museum، المتحف يوزس بيستخدم modern technology، التكنولوجيا الحديثة like مثل smart screens، يعني الشاشات الذكية. نمبر 4 history، التاريخ comes alive in this museum، بمعنى ان التاريخ ينبض بالحياة في هذا المتحف. بعد كده choose the correct answer from A, B, C or D. The pyramids، الأهرامات are one of the 7 wonders of the world، يعني الأهرامات واحد من عجائب الدنيا السبعة أو عجائب العالم السبعة. نمبر 2 we saw a mummy، نحن رأينا موميا in the new exhibition، في المعرض الجديد at the museum، في المتحف. نمبر 3 our teacher gave us a story book at the museum، يعني معلمنا أعطانا طبعا هي هتبقى travel plan، تمام. معلمنا أعطانا خطة للسفر إلى المتحف. نمبر 4 I went to the information desk، يعني أنا ذهبت إلى مكتب الاستعلامات when I didn't know where to go، لما ما كنتش عارف يعني أين أذهب. نمبر 5 I bought، أنا اشتريت a small pyramid، يعني هرم صغير as a souvenir، كهدية تذكارية. نمبر 6 scientists، العلماء explore the deep ocean، استكشفوا المحيط العميق. بعد كده يستكشفوا هنا في المضارع، العلماء يستكشفوا المحيط العميق. بعد كده عندنا قطعة بنكملها من الكلمات اللي فوق. The Grand Egyptian Museum، المتحف المصري الكبير، طبعا احنا بنختصر Grand Egyptian Museum في GEM. لما بنختصر 3-4 كلمات زي كده بنعمل ايه؟ بناخد اول حرف من كل كلمة، ولازم الحرف يبقى كابيتال. بناخد اول حرف من كل كلمة ولازم يبقى كابيتال. يعني في ايه؟ جران خدنا حرف الجي، في ايجيبشن خدنا حرف الاي، في ميوزيوم خدنا حرف الام، وكل الحروف كابيتال، تمام. يبقى the Grand Egyptian Museum is an exciting place، هو مكان مثير او رائع to visit، للزيارة in Egypt، في مصر. it stands near the pyramids in جيزة، طبعا هو موجود بالقرب من الأهرامات في الجيزة. visitors can see statues، الزوار يستطيعوا أن يروا تماثيل. golden jewelry، مجوهرات ذهبية. tools، أدوات. real mummies، ومومياوات حقيقية. and even the solar boat، قارب الشمس that belong to، اللي بينتمي إلى كينج خوفو، الملك خوفو. the objects are shown، يعني الأجسام are shown معروضة in a special way، بطريقة مميزة أو بطريقة خاصة. that tells، تخبر the story of Egypt، عن قصة مصر from the beginning، من البداية
to the end للنهاية of the time of the pharaohs من وقت الفراعنة يعني. يبقى كده الإجابات مترقمة. نمبر 1 هتبقى pyramids الأهرامات، نمبر 2 mummies مومياوات، ونمبر 3 pharaohs يعني الفراعنة. نشوف الصفحة اللي بعد كده. بعد كده عندنا قطعة، هنقرا القطعة ونترجمها. بيقول لي Egypt is one of the oldest countries. مصر واحدة من أقدم الدول. known for its pyramids المعروفة بأهراماتها. ancient temples ومعابدها القديمة. temple يعني معبد، temples جمع معابد، معابدها القديمة. بعد كده and strong pharaohs والفراعنة الأقوياء. every year يعني كل عام أو كل سنة. every year tourists visit Egypt كل عام السائحين أو السياح بيزوروا مصر to explore لكي يستكشفوا the wonders العجائب of this unusual land. يعني طبعا هنا بنترجم unusual land بالبلد المميزة. تمام، يعني احنا لو هنترجمها كده حرفيا هنقول الأرض أو البلد الغير عادية، ده يدل إن هي مميزة يعني، فاحنا بنقول عليها البلد المميزة. تمام. بعد كده The Grand Egyptian Museum يعني المتحف المصري الكبير is a new and exciting place هو مكان مثير وجديد near the pyramids in Giza موجود بالقرب من أهرامات الجيزة. it took almost 20 years to finish هو استغرق تقريبا يعني ما يقرب على 20 عام to finish للانتهاء. visitors الزائرين can see statues يستطيعوا أن يروا في تماثيل golden jewelry مجوهرات ذهبية real mummies مومياوات حقيقية tools أدوات and the solar boat of king خوفو وقارب الشمس للملك خوفو. the museum المتحف uses بيستخدم modern technology التكنولوجيا الحديثة such as مثل smart screens الشاشات الذكية and amazing shows والعروض المذهلة أو الرائعة. there is also an information desk يوجد أيضا مكتب استعلامات to help visitors لكي يساعد الزائرين. بعد كده Grand Egyptian Museum ده اختصار Grand Egyptian Museum tells the story of Egypt from beginning to the end. إن المتحف يعني بيحكي قصة مصر منذ البداية وحتى نهاية زمن الفراعنة. بعد كده بقول لي it is a place where history comes alive يعني هو مكان بيحكي قصة مصر أو بينبض يعني بتاريخ مصر. هنا بقى نشوف الأسئلة. بقول لي Egypt is one of the oldest countries in the world يعني مصر واحدة من أقدم بلاد العالم. نمبر 2 the Grand Egyptian Museum المتحف المصري الكبير استغرق 20 years يعني 20 عام to finish للانتهاء. نمبر 3 بقول لي why do tourists visit Egypt ليه السياح بيزوروا مصر؟ الإجابة tourists visit Egypt السياح بيزوروا مصر to explore لكي يستكشفوا the wonders عجائب of this unusual land لكي يستكشفوا عجائب البلد المميزة يعني اللي هي مصر. بعد كده بقول لي where is the Grand Egyptian Museum يعني أين يوجد المتحف المصري الكبير؟ الإجابة هنقول near the pyramids in Giza بالقرب من أهرامات الجيزة. الإجابات مترقمة. بعد كده نمبر 5 بقول لي what modern technology التكنولوجيا الحديثة does the museum use اللي بيستخدمها المتحف. الإجابة the museum uses modern technology بيستخدم تكنولوجيا حديثة such as مثل smart screens الشاشات الذكية and amazing shows والعروض المذهلة.
بعد كده عندنا الترتيب. نمبر 1 هتبقى the museum stands near the pyramids in Giza، يعني المتحف بيقع بالقرب من أهرامات الجيزة. نمبر 2 there is an information desk، يعني يوجد مكتب استعلامات at the entrance أو entrance في المدخل، بعد مدخل المتحف يعني. نمبر 3 visitors الزائرين كان يستطيعوا ask questions، إن هم يسألوا أسئلة or get help أو يطلبوا المساعدة يعني. نمبر 4 Egypt مصر has strong temples، بها معابد قوية. has strong temples and ancient pharaohs، وفراعنة طبعا بنتكلم على الفراعنة القدماء. بعد كده البنكيتويت في نمبر 1 اللي ايه في ايجيبت وفي الاخر فول ستوب، ونمبر 2 الدبل في وات وفي الاخر الكويستشن مارك. كده اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.